تالتة إعدادي عاملين إيه الأخبار؟ يا رب كله يبقى تمام وبخير ويعني خلاص هو الترم بيخلص كل حاجة بتخلص أهي الأجازة جاية وخلاص بقى. طيب دلوقتي أنت عندك المراجعة الريفيجن بتاعت المعاصر كتاب المعاصر اللي هو كتاب الملحق اللي هو بتاع ويكيزنر. دلوقتي الكتاب ده آه، يعتبر إلى حد ما مهم جدا. ليه؟ لأن هو الكتاب ده فيه كل أسئلة كتاب الطالب اللي هو student book والأسسمنت book اللي هو كتاب التقييم. حتى بص معايا كده يقول لك إيه Unit 7 General Exercises collected from SB and AB اللي هو SB اللي هو Student Book وال AB اللي هو Assessment Book. يعني إيه؟ اللي هو ال Student Book اللي هو كتاب الطالب والإيه ال Assessment Book اللي هو ال AB اللي هو كتاب التقييمات. طيب ده معناه إيه؟ إن كتاب التقييمات بنسبة كبيرة جدا هيجي منه أسئلة بنسبة 100% هيجي منه أسئلة في الامتحان. مهما كان الامتحان إيه محافظة إيه ولا إيه الدنيا هيجي سؤال منه. تمام؟ بنسبة كبيرة جدا. فهو ده يعتبر إلى حد ما كنز يعني. تمام. ف طيب الفيديو ده هنعمل فيه إيه؟ هنسجل يونت 7 ونسجل يونت 8. تمام. في الديسكربشن هتلاقي في الحاجة فاضية زي ملفين ملف فاضي زي كده. حلو. تمام. وملف تاني اللي هو فيه الحل اللي احنا هنعمله دلوقتي. تمام. يلا بينا. بيقول لك ايه بقى معايا؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك أول سؤال بيقول لك choose the correct answer. أول سؤال بيقول لك young people can take part in this event. take part يعني إيه؟ means إيه؟ بص بقى أنا واحد ما أعرفش يعني إيه كلمة take part. حلو. بس تعالى نمسك الاختيارات ونركبها على الجملة. بيقول لك inspire يعني إيه inspire؟ يلهم. تمام. spread كلمة spread دي يعني إيه spread؟ spread هتلاقيها معناها يعني اللي هو ينتشر. triple focus خليها في الآخر. join ينضم. طيب وفوكس يركز. طيب تعالى واحدة واحدة كده معايا. بيقول لك young people can take part in this event. يعني ايه؟ بيقول لك young people اللي هم الناس الشباب كده الصغيرين can take part in this event يعني حفلة حدث. تمام. فالشباب ممكن يعملوا ايه في الايفنت ده؟ ان هم ايه؟ join. يعني ايه join يا شباب؟ join دي معناها اللي هو ينضم يشترك. تمام. فهو طبيعي ان الشباب هيشترك هينضم في الايه؟ في الحفلة دي في الحدث ده. تمام. يبقى ايه اول واحدة join يعني إيه؟ ينضم. تمام. إيه اللي بعد بيقول لك A is cart pulled by horses. يعني cart اللي هو يعني ايه cart عاملة زي الكاريتا. في ايام الرومان واليونانيين زمان يعني كان بيمسكوا الكاريتا. بس مش الكاريتا اللي هي العربية الكار. لا كاريتا كده حاجة كده برجلين سوري بكاوتشتين كده او عجلتين خشب. تمام. واحدة يمين وواحدة شمال وفي بتاع زي بتاعتين طوال خشبتين طوال كده بيتربطوا بالإيه؟ مربوطين بالحصانين ثلاثة. دي بتبقى اسمها عربيات حربية كده زمان يعني. تمام. طيب العربيات دي اسمها إيه؟ العربيات دي اسمها شاريوت. اسمها إيه؟ شاريوت. طبعا ما تقوليش باتل. باتل يعني حرب خناقة. نايت. نايت يعني فارس وريس يعني إيه؟ يعني سباق. تمام. فما ينفعش تقول لي كده. تمام. اللي بعد يقول لك the Olympic Games are the most famous sports event. Olympic Games اللي هي الألعاب الأولمبية are the most famous. famous يعني مشهور. سألنا من شوية. sports event يعني حدث رياضي. حدث رياضي مشهور. ركز كده معايا بقى. الكلام اللي جاي ده مهم جدا. يقول لك إيه the antonym. the antonym يعني إيه كلمة antonym؟ antonym اللي هو two words that are opposite meaning. يعني إيه كلمتين عكس بعض من الآخر. في واحدة تانية اسمها إيه synonym لو تفتكر. synonym دي اللي هي إيه؟ اللي هي نفس المعنى كلمتين نفس المعنى. تعالى كده معايا. famous يعني إيه مشهور. دي معناها
طب انا عايز عكسها بقى اللي هو الانتونيم. عندك honest. honest يعني ايه؟ امين، نشيط، فنون، غير مشهور، سلو، بطيء. تمام. تعال نمسك حاجة حاجة كده. بيقول لك انتونيم famous، عكس كلمة famous مشهور، عكسها ايه؟ طبعا honest لا، واكتف نشيط، وامين اكيد لا يعني، وسلو بطيء. يبقى هو مفيش غيرها، ايه هي؟ ها؟ unknown. unknown يعني غير معروف. تمام. إيه اللي بعده؟ You have to get the adjective، ان انت تجيب الصفة الادجective from the word relax، اللي هو من كلمة relax. relax يعني ايه اصلا؟ يسترخي. we add the suffix ايه؟ بنحط suffix ايه؟ السفكس ده اصلا بيتحط فين؟ او ايه وضعه؟ بصوا يا شباب، انا عندي حاجتين. عندي حاجة اسمها prefix. prefix ده بحطه امتى؟ في اول الكلمة. حتى جاي من كلمة pre اللي هي ديت الجزء ده. ده زي ما تقول كده المقطع البادئ اللي هو جزء البداية يعني. فبريفكس. تمام. عندي حاجة تانية اسمها suffix. السفكس ده بيتحط في آخر الكلمة. تمام. يبقى أنا عندي prefix وعندي إيه؟ اللي هنا عندي دلوقتي suffix. السفكس ده بيتحط إمتى؟ في آخر الكلمة. طب البريفكس ها حط في أول الكلمة. أنا عندك suffix في آخر الكلمة. طب إيه اللي أحطه في آخر كلمة relax عشان يديني adjective صفة؟ ها؟ طبعا مفيش حاجة اسمها relaxment، ولا في حاجة اسمها relaxer، ولا في حاجة اسمها relaxy. تمام. هو مفيش غيرها، ايه هي؟ relaxing. اسمها ايه؟ relaxing. مرخي كده، مهدي، حاجة كده تخليك تهدى كده. طب بيقول لك مين يعني؟ يعني بيقول لك ايه هنا السؤال ده ايه؟ read and complete the text with the words in the box. عندنا بوكس فيه كلمات اهو، هننزل بيها هنا. طيب عايزين نقرا القطعة الأول، بعد كده ايه؟ نشوف هنعمل ايه. بيقول لك many young people enjoy playing basketball because it is a fast and exciting sport. بيقول لك ان الشباب او شباب كتير بتحب تلعب رياضة كرة السلة عشان إيه الحوار؟ بيقول لك ان هي سريعة ورياضة حلوة. بيكمل يقول لك schools، المدارس schools often hold. تمام. قال لك كلمة hold يعني ايه؟ بيقيم. تمام. hold يعني ايه؟ بتقيم. تقيم ايه؟ ما نعرفش. where teams win، اللي بيبقى فيها الفرق ايه؟ بتكسب and show their skills، وتبين ايه؟ مهارات. بالدماغ كده. تعالى نقرأ كلمة كلمة. spirit روح. competitions منافسات أو مسابقات. cooperation اللي هو التعاون. وinspiration الإلهام. وteams. teams يعني إيه يا شباب؟ فرق. طيب المدرسة schools often hold بتقيم إيه؟ ها؟ المدرسة بتقيم إيه؟ ها المدرسة بتقيم إيه؟ مدرسة بتقيم مسابقات. يعني إيه مسابقات؟ ها قلنا من شوية فوق. ها سوري. competition. فين؟ منافسات، مسابقات. تمام. اللي بقى بيقول لك and show their skills، بتوري بقى الناس ايه؟ مهارته. what makes the game special is not only winning، ان انت بتخلي المسابقة special. مش بس ان هي تخليها ايه؟ ان انت تفوز بس، ان الفريق يفوز، but also ايه of teamwork. الدماغ كده بنشوف في اي حتة. روح العمل الجماعي. تيم وورك عمل جماعي. يبقى الروح يعني ايه قلناها؟ ها spirit. تمام. ركز معايا، الكلام ده مهم جدا. اسمها ايه بقى؟ spirit. spirit of ايه؟ of team work. spirit of ايه؟ team work. طيب اللي بعد and ايه؟ بالدماغ كده and ايه؟ اللي مش بس الفوز بس، لا ده روح العمل الجماعي. وايه كمان؟ طيب سؤال، هو ايه اللي بيحصل في العمل الجماعي؟ التعاون. بتتعاون. يبقى ايه؟ cooperation. يبقى ايه؟ cooperation. تمام يا شباب. طيب اللي بعده يقول لك many athletes says that. يقول لك ان كتير جدا من الناس اللي هم الرياضيين يقول لك ايه؟
their aid comes from watching professional players and learning from them. يعني ايه الكلام؟ بيقول لك ان الرياضيين كتير جدا بيقول لك ان هم ايه بيجي لهم من مشاهدة الايه اللاعبين المحترفين، وان هم ان انا مثلا اتعلم منهم learning from them. يبقى كده ايه؟ inspiration الالهام بيجي منهم. تمام. الالهام بيجي من ان اللاعب اللي هو العاب الاثليتس اللي هو الاثليتكس بيعمل ايه؟ الالعاب القوة. لاعب الالعاب القوة بيجي له الالهام من ان هو يشوف او يشاهد اللاعبين المحترفين ويتعلم منهم. طبيعي يعني. تمام. inspiration او ممكن تقول عليها حاجة تانية inspiration. تمام. inspiration او ايه inspiration. تمام يا شباب. طلع اللي بعده كده. ما اديك دقيقة هتعمل ايه او دقيقتين هتعمل ايه؟ هتقفل الفيديو، تعمل بوز. تمام. تقرا الجزء ده اللي هو الجزء بتاع الريدنج ده. حلو. وبعد كده تفتح وتركز معايا في اللي هقوله. تمام. يلا. قريت. يلا بينا. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك اول حاجة خالص بيقول لك today is a special day for Talia. النهارده يوم مهم جدا مميز جدا لتاليا. بيكمل يقول لك ايه؟ He is getting ready for a dinner celebration. يعني ده عشاء احتفالي كده. تمام. بتتجهز ليه. فبيكمل يقول لك she wants to look very nice for her night out. هي عايزة تبقى تجهز نفسها، عايزة ان هي تبان شكلها ايه حلو جدا لما ايه تخرج بره. فبيكمل يقول لك first مبدئيا كده he gets her hair cut at a salon. يعني ايه صالون اصلا؟ الصالون اللي هو بنقول عليه بالعربي كده كوافير ستات بتروح وتظبط شعرها، تظبط الدنيا كده. تمام. هي هير كات يعني ايه؟ تسريحة شعر كده، قصة شعر حلوة جديدة. بيقول لك بقى في الايه بعد كده salon is a place where people go to get their haircut and nails done. يعني بيقول لك ان لسه قايل لك ايه بيعملوا قصة شعر جديدة. بيعملوا بقى ايه طبعا كوافير، فتلاقيه بقى ايه في حاجات لها علاقة بالضوافر يعني. نيلز ايه؟ نيلز يعني ضوافر. تمام. then she gets her fingernails painted pink. يعني بعدها هي عملت ضوافرها في الأول إيه؟ pink. فبيقول لك a woman who works at a salon paints Dahlia's nails. يعني إيه؟ يعني مسكت ضوافرها وعملت لها إيه؟ ضوافرها إيه؟ pink. طبعا داليا is not happy with the color. يعني هي مش طايقة اللون. بيقول لك she asked the woman to change the color to purple. هي قررت بقى من pink كده هي هتخليه لون إيه؟ purple اللي هو بنفسجي. She likes the purple very much. بتحب البيربل بنفسجي ده جدا. بيقول لك it is almost time to get up. بيقول لك إن هو خلاص بجد الوقت جه إن هي تمشي بقى من المكان ده. Talia goes home راحت البيت and looks in her closet اللي هو خزنة الملابس، الدولاب اللي بيبقى فيه اللبس بتاعه. فبيكمل يقول لك she tries on a pair of light blue pants with a white shirt. يعني ايه الكلام؟ بيقول لك ان هي جربت بقى ايه؟ قعدت تجرب كذا لبس منهم ايه؟ جربت بنطلون بلو كده ازرق فاتح، بنقول عليه بيبي بلو يعني، بس هو بيقول لك لايت بلو with a ايه؟ a white shirt. white shirt يعني قميص كده. بعد كده بيقول لك إن هي جربت حاجة تانية. she tries on a purple dress with a black belt. يعني إيه؟ well purple dress يعني مم. purple dress ده اللي هو إيه يا معلم؟ اللي هو فستان purple بنفسجي with a black belt. طبعا حزام إيه؟ أسود كده في النص. حلو. يقول لك she tries ركز معايا كده on a brown skirt with a green top. هي جربت إيه؟ جيبة كده بني وإيه جرين توب، يعني حاجة كده زي التوب أخضر. توب اللي هو زي القميص كده. فبيكمل يقول لك she wears the إيه the purple dress. في الآخر خالص بعد اللف ده كله هي لبست الإيه الفستان الإيه
البرفيوم بنفسجي. بيقول لك بقى إيه many of her friends and family are at the restaurant when she gets there she hugs her mother and father. لكن هي لما وصلت الإيه الريستورانت لقيت باباها ومامتها هناك وإيه عيلتها وأصحابها وكل الليلة دي. فبيقول لك في الآخر إن هي حضنت باباها حضنت مامتها في الآخر she gives her her grandfather a kiss. شافت جدها قامت مدياله kiss آه بوسة يعني. بعد كده تاليا sister gives her a big smile. أختها اديتها ابتسامة حلوة عريضة كده. بعد كده her best friend إسراء ركز كده معايا إسراء gives her a present. اديتها هدية. tomorrow بكرة بقى يقول لك is Talia's birthday. يقول لك إن بكرة عيد ميلاد مين؟ تاليا. but she is celebrating it tonight. بيقول لك إن أصلا بكرة عيد ميلاد تاليا بس هي بتحتفل بيه النهاردة الليلة دي. فبيقول لك بقى happy birthday تاليا. then they say يعني كل الناس اللي في المطعم بيقولوا إن هو كل سنة وأنت طيبة يا تاليا. بعد كده بيقول لك you look great. أنت شكلك تحفة. بعد كده بقى بتكمل بتقول لك I feel great because all of you كلكم are here. أنا حاسة إن أنا تمام وأنا مبسوطة عشان أنتوا كلكم هنا. زي ستاليا بتقول وبتكمل بقى بتقول لك بقى في الآخر for my last night as a teenager. ركز بقى معايا. أنا مبسوطة إن أنتوا كلكم هنا بتحتفلوا معايا لآخر يوم ليا كمراهق teenager. حلو. تعالى كده يقول لك what does تاليا What does Talia do when she sees her parents؟ يقول لك تاليا كانت عملت ايه لما شافت parents اللي هي father mother اللي هو مامتها وباباها. ها، شافت عملت ايه ولا ايه يا رب؟ طبعا she smiles لا. she says hello طبعا لا. هي she gives them a hug. she gives them a hug. يعني يعني ادت لهم حضن. نكمل. who smiles at تاليا بالدماغ مين اللي ابتسم لتاليا؟ her sister أختها. تمام يا شباب. اللي بعده يقول لك as described يعني في على أساس الموصوف in the beginning of the story what is a saloon. القصة زي ما كان موصوف في القصة في البداية إيه هو الصالون يا عم أنا مش فاهم الكلام ده. تعالى نرجع كده. بيقول لك first she gets herself a haircut أو haircut. ها at الصالون. هي راحت عملت عملت شعر محتاجة تاخد قصة شعر جديدة كان في الصالون. يكمل بقى يقول لك a salon is a place where people go to get their hair and nails done. ناس بتروح تعمل شعرها وضوافرها. تمام. طيب معايا كده. مم. as described. ها. ايه بقى الإجابات؟ what is a salon؟ a restaurant لا. a gift shop لا برضو. a place where people talk about business يعني الناس بتقعد هناك عشان تتكلم عن شوية أعمال كده لا. يبقى a place ها، to get hair and nails done. طيب ايه اللي بعده؟ بيقول لك what is Dahlia doing for her special day؟ داليا بتعمل ايه ليومها المميز ده؟ يومها اللي مش معدي ده. م. بالآخر كده. she is getting ready for a dinner celebration. تمام. she is getting ready for a dinner celebration. يبقى she is getting ready for a dinner celebration. تمام دي بقى نمبر كام؟ نمبر 4 رقم 4. تمام. إيه اللي بعده why does Talia wants to look nice؟ ليه عايزة تبقى كلام نظيف كده كويس. مم. بص هنا بيقول لك she wants to look very nice for her night out. هي عايزة تبقى شكلها مهم جدا حلو جدا عشان الخروجة اللي هي اللي رايحة. يبقى هتنزل بقى هنا. تمام. هتنزل وتقول for her night out. تمام. أو عايز بقى تقول تاليا is بص تاليا wants to look very nice for her night يا معلم.
بس هو مش هنا، هو هنا. تمام. بيقول لك why does Talia change the color for her nails؟ ليه هي عايزة تغير اللون النيلز ديت؟ ها، الدماغ كده، من غير حتى ما يبص. هو تاليا كانت الست حطت لها لون بينك في الأول، وتاليا كانتش بتحب البينك، فخلت الست تغيره وتحط لها إيه؟ purple. because hmm, she hmm, doesn't hmm, like pink. تمام. إيه اللي بعد؟ بيقول لك ها، rewrite the following sentences. طبعا انت فاكر used to. تمام. used to كان بيجي بعدها ايه؟ infinitive. تمام. فبيقول لك he used to ride his bike to ها، school. فبيقول لك not. طيب انت عندك هنا used to، فبيقول لك he used to، قال لك not. طيب هتنفي ازاي؟ بيقول لك بتنفي past simple عادي جدا. يبقى ايه؟ he ايه؟ استنى كده. ها، بتقول ايه؟ he did not او didn't use to. انت بعد didn't او did not ترجع فعل الاصل، يبقى did not او didn't use to وتكمل بقى ride is what. كمل بقى. اللي بعد بيقول لك she used to live in Luxor. قال لك where. طبعا انت عارف where، وفاكر يعني ايه where يعني ايه؟ يعني اين. انت بتسأل عن المكان. فين المكان عندي؟ Luxor، الأقصر. تمام. يبقى هتبدأ سؤالك بإيه؟ where. بعد where كنت بحط ال helping verb. انت عندك هنا used ده كأنك بتتكلم زيها زي الباست simple، فانت هتنزل بإيه؟ did. فين السبجكت؟ he. يبقى where did he. ها. وused هتنزل تبقى الفيرب بقى، اللي هو المين فيرب، يبقى ايه؟ use. تمام. to live هي كانت معتادة تعيش فين؟ طيب. no he didn't used to travel alone. قال لك did ده اللي هو سؤال بهل. حلو. ده سؤال عبيط جدا أعتقد يعني. كل الناس الأولاد اللي متابعيني عارفين إن did حاجة عبيطة أوي يعني. إن السؤال بهل حاجة سهلة. تمام. فيبقى تبدأ سؤالك بإيه؟ بدid. طيب فين السبجكت؟ فين الفاعل عندي؟ ها، بيقول لك he didn't use، يبقى إيه؟ he. هو did he. طيب فين الفيرب use؟ طيب use وتكمل بقى used to ها، travel alone. هو كان معتاد إن هو يسافر لوحده كده. تمام. حد عنده سؤال أو عايز يسأل في حاجة يكتب لي في الكومنتس وأنا هنزل على طول إيه أرد عليه. إيه اللي بعد؟ بيقول لك they used to إيه، بعد كده بيكمل يقول لك to market alone to the market alone. فبيقول لك gone. طب gone دي إيه أصلا؟ تصريف ثالث من go. طيب هو used to كان بيجي بعدها إيه؟ لسه قايلها من دقيقتين. بيجي بعدها إيه؟ ها، infinitive، فتنزل بإيه؟ go. تمام. ثانية واحدة. تنزل بإيه؟ I used to. بعد كده بيقول لك been a player but now I'm not. يقول لك أنا كنت يعني لاعب هو دلوقتي. طيب been اللي هو أصلها إيه؟ م- ها، be. تمام. أصلا عشان عندي used to، فقلنا إن used to كان بيجي بعديها مصدر، فمصدر been إيه؟ be. بيقول لك علي did علي used to. طيب عندك هنا إيه؟ has. طيب سؤال بقى مهم جدا. أصل has إيه؟ أصل has إيه؟ have. فبيقول لك ديد علي have encouraged by his family. تمام يا شباب. تعالى على اللي بعده اللي هو الديالوج. سؤال الديالوج سؤال يعني هو سؤال سهل جدا، بس هو محتاج شوية تركيز منه. شوية إيه؟ فهم. يعني أهم حاجة قبل ما تبدأ أصلا لازم تعمل إيه؟ لازم تقرأ الكلام ده. يعني أول جملة فوق ده ديت. تمام. استنى كده أعلم لك عليها. الجملة اللي بتبقى فوق دي
لا لازم. تمام. الجملة دي لازم تتقري كويس جدا. ليه؟ لأن الجملة دي بيبقى فيها ممكن تلاقي فيها بالصدفة حل لأي حاجة. حلو؟ طيب فبيقول لك a reporter met a tourist at the Egyptian Grand Museum. يعني إيه؟ بيقول لك إن عندنا ريبورتر محترم كده صحفي met a إيه؟ a tourist سايح فين؟ في Egyptian Grand Museum اللي هو المتحف المصري الكبير. فبيكمل تيجي بقى نكمل بيقول لك الريبورتر pleased to meet you. يعني مسؤول ان انا شفته الريبورتر فالتورست قام رد عليه. الريبورتر قام سأله سؤال فالتورست قال له yes of course go ahead. تمام انا مش فاهم ومش عارف اي حاجه واحده واحده. الريبورتر where do you come from. جيت منين. تورست قايل له انا ما اعرفش هو تورست جاي منين اصلا. الريبورتر قال له بكل اندهاش ان هو عندك هنا علامه تعجب. بيقول لك ايه باريس. باريس. اللي هو يا نهار ابيض باريس. ماشي. قام سأل سؤال فالتورست قال له yes I like Egypt very much. أنا بحب مصر جدا. فبيقول لك الريبورتر قام قايل له which places would you like to visit in Egypt. ايه هي الاماكن اللي تحب ان انت تزورها في مصر. قام رد عليه هنا بقى. الرد هنا مفتوح بالنسبه لك تعمل اللي انت عايزه. تمام. تعالى بقى معايا واحده واحده كده. الكلام سهل وعبيط جدا. ماشي بس محتاج شويه تركيز. انت لما واحد بيقول لك انا مبسوط جدا ان انا شفتك pleased to meet you هتقول له ايه وانا كمان. تمام هتقول له ايه مي تو بس. خلصت. ذمتك صعبة خالص. تمام ايه اللي بعده. قال لك هنا يس اوف كورس جو اهيد. بالدماغ كده انا واحد ما اعرفش اللي قدامي ده وهموت واساله اسئله. يعني انا واحد عندي فضول انا ريبورتر انا ما صحفي. الصحفي طبيعي ان هو بيبقى عنده اسئله وعايز يسالك دايما يعني. فهيقول ايه. انا عايز اسالك سؤال. طيب هتقول لي ايه can I ask a question او a lot of questions or some questions. ماشي. طيب سؤالي بقى هتقول له كان ولا تقول له حاجة بقى ايه احسن. تقول له ماي. طيب ماي ليه قلت ماي. انت ممكن تقول كان. انت لو قلت كان برضو انت صح على فكرة. استنى. بس انا بقول لك ماي هنا عشان ماي بتدل على عارف انت اللي هو البولايت يعني انت تبقى بولايت اللي هو انت مؤدب جدا. فهتقول ايه كان او may I ask you a question او some questions اللي يريحك. انا عن نفسي هكتب question. ماشي. فهترد عليه تقول له ايه yes of course go ahead طبعا اتفضل where do you come from انت جيت منين. ها. هتقول له ايه I come from Paris. ليه قلت باريس لان هو بص ركز كده تحت. ركز كده تحت. يقول لك ايه باريس وعلامة تعجب. يعني هو متفاجئ ده معناه ان هو اصلا التورست السائح قال له باريس ده معناه ايه. ها. ده معناه ان السايح قال له باريس I come from Paris انا جيت من باريس. تمام يا شباب. ثانية واحدة. طيب هنا يقول لك yes I like Egypt very much انا بحب Egypt جدا. فهيرد عليه يقول له ايه. يعني السؤال اصلا ايه هو. ها، م- do you like Egypt. ها، do you like ايه ايجيبت حبيت مصر. ليه اصلا سألت بسؤال بدو وكلام من ده لان هو هنا اصلا جايب لك الاجابه بايه بيس. فاهمين. اخر حاجه بقى بيقول لك which places would you like to visit in Egypt. اكتب له مكانين. تمام اكتب له مكانين خليتني محترم او يعني حليت كل ده وجاي على دي تستهبل. عيب يعني. تمام. اكتب له اي مكان أنا عن نفسي يا عمي. Pyramid. تمام. and الاماكن اللي انا عايز ازورها يعني. ثانيه واحده.
حلو. ومثلا كم شوية معابد كده اللي قلبك يحبهم يربوا. ماشي يا شباب. أتمنى إن كل الناس هنا فاهمة ومركزة. اللي عنده سؤال، لو أنت عندك سؤال ادخلي في الكومنتس ابعتيه وأنا هرد على طول أوتوماتيك يعني. حلو. طبعا الإجابات موجودة. هنزل لك فايلين، فايل فيه سؤال فاضي يعني، وفايل فيه بقى الإجابات زي ما هو موجود هنا كده. تمام. طيب الباراجراف بقى، الباراجراف هتلاقيه منزله لك في الفايل اللي فيه الانسرز ان شاء الله، اللي هو الفايل بتاع الاجابه. تمام. الديسكربشن هتلاقيه تحت. طيب تعالى بقى على يونت 8. نزل لي كده على يونت 8 كده. ثانية واحدة. طيب واحدة واحدة كده. Let's choose. Every country has its own unique A that shows its history and values. كل بلد ليها ايه الخاص بيها اللي بيبقى جامد جدا، ويوري بقى تاريخها وقيمها والكلام من ده كله بيبقى ايه. ها، بالذكاء كده بالدماغ، واحدة واحدة. traditions، collections، pollution، population. يعني ايه؟ واحدة واحدة تعالى كده من عند دي اللي هي population تعداد السكان. طبعا لا، مستحيل. البولوشن التلوث. الكولكشنز تجميعات. لا دي تنفع ولا دي تنفع ولا دي حتى كمان تنفع. حلو. طيب اخر حاجة بقى اللي هي الاولانية traditions. يعني ايه traditions يا شباب؟ traditions دي يعني ايه؟ عادات وتقاليد. فاهمين؟ عادات. فطبيعي إن العادات أو الطريقة بتاعة أي منطقة في أي بلد أو أي بلد عموما هي بتميز البلد بإيه؟ بتميز، بتوريك التاريخ، بتوريك الحضارة، بتوريك القيم. تمام؟ طيب means space or balance among people or things. يقول لك إن ده معناه إن peace السلام or balance اللي هو الإيه؟ التوازن among people or things ما بين الناس والإيه والأشياء. ها؟ الإيه؟ ال اسمها ايه؟ ها، واحدة واحدة كده، واحدة واحدة. بيقول لك identity اللي هي الايدنتيتي الشخصية لا. culture ثقافة برضو لا. friendship لا برضو. friendship يعني يعني صداقة لا طبعا. مش غيرها هي ايه؟ harmony تناغم. تناغم هو السلام والبالانس يعتبر البالانس اللي هو الموازنة يعني. تقدر تقول كده حاجة زي الايه، تناغم ما بين الناس. تمام يا شباب؟ تمام. بص customs ايه an important role in people's life. طيب lives. فبيقول لك customs ايه؟ اما انا مش فاهم اي حاجه. بيقول لك an important rule. an important rule يعني دور مهم بالعربي. كان بيقول لك مش عارف ايه يلعب دور مهم في حياه البني ادمين. فيبقى ايه؟ play important role. تمام يا شباب. customs play important role in people's life. يقول لك the word A is the opposite of A alive. عكس كلمة alive حي. يبقى إيه؟ عكس كلمة حي ميت. dead. بس dead اسمها إيه؟ dead. اللي بعده بيقول لك take يعني يأخذ traditions عادات connected يعني متصل families عائلات festival عيد. تمام. يلا بينا. اللي بعده بيقول لك every country has its own traditions that show its culture in history. بيقول لك إن كل بلد بيبقى فيها العادات بتاعتها بتوري إيه؟ بتوضح الإيه؟ الثقافة والتاريخ. لكن Egypt for example يعني في مصر يعني على سبيل المثال إيه come together to celebrate different events each year. إيه اللي come together؟ يعني إيه come together؟ كلمة come together دي come together دي يعني يتجمع. إيه اللي بيتجمع عشان يحتفل بالأعياد ويحتفلوا بأحداث مختلفة طول السنة كل سنة. مم. الدماغ كده واحدة واحدة.
الفاميليز، الفاموليا. يعني أنا مثلا في العيد، إيه اللي بيحصل في العيد عندكم مثلا؟ العيلة بتتجمع، العيلة كلها، البابا عيلة ماما، في يوم ده وده يوم، وإيه، يجيبوا بقى إيه في العيد رنجة بقى، حركات. تمام، العيد اللي فات بس. بيقول لك one popular A is held in spring. بيقول لك إيه بيبقى مشهور جدا، بيتعمل فين؟ في الربيع. spring ده اللي هو الربيع. when people enjoy food. الناس بتستمتع بقى، تاكل بقى، تستمتع بأكل. ده إيه؟ one popular إيه؟ عايز أقول في احتفال واحد مشهور أو معروف. one popular إيه؟ ها، لسه قايلها. ها، festival. في احتفال من الاحتفالات معروفة مشهورة في مصر، بيتقام في الربيع. الناس بتاكل، enjoy music and dancing، ترقص، تستمتع بالموسيقى، تاكل كده. بس غالبا بناكل يعني، مش باكل الكلام ده. بيقول لك another exciting carnival. بيقول لك ايه؟ place in the streets with colorful clothes and ايه او clothes in songs. يعني ايه؟ بيقول لك ان في كرنفال يعني مهم جدا برضه. بيقول لك ايه place، ها، عايز اقول ان هو بيحدث. تمام، يعني اسمها ايه؟ ها، الكلمة دي مهمة جدا 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 يا شباب، وكتير يعني. اغلب اليونتس جاية، واحتمال كبير جدا تيجي في الامتحان في اي حاجة. اسمها ايه؟ take place. take place اسمها ايه؟ take place. هنا takes عشان عندي another exciting carnival، عشان ده present simple عادي يعني، ده مفرد فيتحدث. ف takes place in the streets with colorful clothes and songs أو clothes and songs. بيقول لك these celebrations make people feel ايه؟ الاحتفالات دي بقى بتخلي الناس تحس ان هي ايه؟ مترابطة ببعضها. يعني ايه مترابطة؟ connected. مش يقول لك الواي فاي is connected، ولا اللي هي المسج اللي بتطلع دي يقول لك the Bluetooth device is connected successfully. بس فبيقول لك هنا ايه؟ الناس هنا ايه مالهم؟ مرتبطة ببعضها. تمام. ايه اللي بعده؟ بيقول لك هنا ايه بقى؟ read the following text بس. زي ما قلت لك، عندك 3 دقايق 4 دقايق، خد وقتك بالراحة وافهم كويس جدا. تمام. وبعد كده ايه؟ شغل الفيديو وركز معايا واسمع. اتفقنا؟ يلا دقيقتين 3 كده، يعمل 5 دقايق، خد وقت. يلا بينا. بيقول لك ايه بقى؟ camping was once a poor way of spending a holiday. يعني يقول لك إن زمان يعني إن الكامبينج ده التخييم كانت حاجة جدا يعني، حاجة كده كانت تقدر تقول كده. يعني لما ميبقاش عندك فلوس بتقضي كده إيه، تعمل كامبينج تخييم في أي حاجة. تمام، في إيه، في الهوليداي. فبيقول لك في الأجازة يعني it was not ok for boy scouts or those students who didn't have enough money. يعني إيه boy scouts دي؟ مم. مم. البوي سكاوتس دي يا شباب اللي هي الكشافة. تمام. بيبقى بيقول لك هنا it was not up for boy scouts or those students who did not have enough money. تمام. بيقول لك but students who didn't have enough money اللي هم الطلبة اللي مبيبقاش عندهم فلوس. فبيكمل يقول لك but nowadays اللي هو دلوقتي بقى it has so much to offer. بيقول لك ان دلوقتي هي في حاجات كتير قوي تقدر تعرضها. حلو. حلو. much to ايه to offer. فبيكمل يقول لك you can enjoy absolute freedom. يعني بيقول لك ان انت ممكن ايه تحس بالايه بالحريه حرفيا. for a small sum you can enjoy comfort which few hotels تمام could provide. بيقول لك ان بالنسبه يعني لبعض الناس بيقول لك ان ايه، إن انت تقدر تستمتع بالايه بالراحه في بعض الاوتيلات اللي تقدر تدعم ده، تقدر تدعم الكامبينج يعني. فبيكمل يقول لك modern camping بقى sites. modern camping sites اللي هي المواقع التخييم الحديثة دلوقتي are well equipped with hot and cold running water
and even shops. بيقول لك ان هي دلوقتي انت عندك ميه سخنه، عندك ميه ساقعه مجهزه بالكلام ده، عندك كمان محلات. بص وترابيزات بلياردو وبينج. بيقول لك low cost holidays make camping attractive. بيقول لك إن الكامبينج اللي هو بتكلفته قليله، تمام، بيخلي الكامبينج ايه، attractive، جذاب، يخطف كده. وعلى فكره بتوع امريكا عندهم الحوار ده جامد جدا، ان هو لما يتكلم عن الموضوع ده بيبقى ايه، رخيص، بيروحوا على طول. but above all يعني فوق كل ده بقى، you enjoy mobility. If you don't like a place or if it's too crowded, you can simply get up and go. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي رحت ايه، سايت، رحت كامبينج سايت لقيته مليان ناس، رحت موقع تخييمي لقيت مليان ناس وانت اتخنقت، قمت تقوم وتمشي. هي دي موبيليتي، تمام. on the contrary you can stay as you like. على النقيض يعني انت تقدر تقعد عادي لو انت حابب. الكامبينج provides you with a real change، تمام، for everyday's life. يعني ايه everyday's living ولا إيه؟ يعني ايه، بيقول لك ان الكامبينج بيدعم ايه، تغيير حقيقي، بيعمل تغيير حقيقي للحياة اليومية. you get up earlier to get sorry you get up earlier, go to bed earlier برضو, and develop a hearty appetite. يعني ايه، طيب hearty appetite دي يا شباب يعني شهية كبيرة جدا، تمام، شهية كبيرة بشكل مش طبيعي. حلو. طيب يقول لك it is exciting to arrive at campsite, put up your tent and start getting a meal ready. يعني بيقول لك ان انت حلو قوي ان انت توصل الكامب سايت وتجهز التنت، الخيمة اللي انت هتقعد فيها، وتجهز وجبتك اللي انت تاكلها وتجهزها يعني. بيقول لك you are active all the time. انت دايما بتتحرك طول الوقت، دايما نشيط، ما بتقعدش. and you are always close to nature. يعني ودي اهم بقى حاجة ممكن تتوقعها، يعني انت دايما قريب من الايه، من الطبيعة. moreover زيادة بقى you have the opportunity to meet people and share your pleasures with them. يعني بيقول لك ان انت دايما عندك الفرصة ان انت تشوف ناس، تقابل ناس، تشارك اهتماماتك معاهم، الحاجات اللي انت بتحبها. People are friendly when they are relaxed and have real enjoyment. يعني بيقول لك إن الناس تبقى ودودة لما بيبقوا إيه، مسترخيين، تمام، and have real enjoyment، تمام، مستمتعين طبعا. طيب يلا نحل بقى. بيقول لك camping. يعني إيه camping؟ camping طيب a poor way of spending holiday has a little to offer is the deal way of spending holiday gives no comfort. ها. هي حتى موجودة أول جملة على طول. ها، كان بيقول لك إيه، camping was once a poor way of spending holiday. يبقى إيه، a poor way of spending holiday. اللي بعد you enjoy mobility because بتستمتع بالmobility أنت. بص but above all you enjoy mobility if you don't like a place or if it's too crowded you can simply get up and go. بس ف you enjoy mobility because إيه، ها، نفس اللي قلناه، typical سبحان الله. if you don't like the place you can get up and go. The general idea of the text is about a general idea. يعني حتى من غير ما أطلع حتى، ها، camping، من غير ما أقرأ حتى. Why is camping attractive to some people؟ ليه الكامبينج دايما مثير للانتباه، يعني بيجذب الانتباه لبعض الناس. هم، هم. بص يا معلم، انت بيقول لك why is camping attractive to some people؟ ليه هو جذاب لبعض الناس؟ بص كده، بص، ركز كده في الحتة دي. شايف الماوس بيبص الإيد فين؟ low cost holidays make ايه camping attractive. يبقى هتقول ايه؟ ها، هتقول because low cost holidays make camping attractive.
تعالى كده نعلم عليها. راحت فين؟ بلاش دي، اللي هي دي. تمام. م- تمام. نمبر 5 بيقول لك what does camping provide you with؟ الكامبينج بيوفر لك ايه؟ م. اقرأ كده كويس. م. واحدة واحدة. م. بص on the contrary you can stay as you like. ابدأ بقى معايا من هنا بقى. Camping provides you a real change for everyday living. بص جبت حاجة من عندي. تمام. يبقى ايه؟ camping provides. provides ايه؟ ثانية واحدة. provides ايه؟ provides you a real change for everyday living. كمل بقى. You can get up earlier, go to bed. ايه تاني؟ ها، go to bed earlier برضه and develop heart appetite. بس كده. بس كده. دي رقم 5. تمام. نكمل اللي بعده. بيقول لك what does the underlying pronoun they refer to؟ كلمة they تعالى تطلع وكلمة they دي تعود على مين؟ واحدة واحدة. بيقول لك moreover علاوة على ده. هنا كده moreover you have the opportunity to to meet people and share your pleasures with them. بيقول لك people are friendly with they when they are relaxed. بص كده ان you have the opportunity to meet people. انت ممكن تقابل ناس تشارك معاهم اهتمامات، تشارك اهتماماتك معاهم. share your pleasures with them، الحاجات اللي انت بتحبها. ركز بقى كده. people are friendly، ناس تبقى ودودة لما هم دي عايدة على مين؟ ها when they دي عايدة على مين؟ على people. تمام. يبقى ايه؟ نكتب هنا مين؟ ال يبقى ثانية they refers to people. تمام كده. طيب تعالى كده الحاجات دي. بيقول لك ايه rewrite the following sentence. rewrite بيقول لك Cairo is the largest city in Egypt. we live in Cairo. قال لك where. ربط لي الجملتين دول بقى. تعمل ايه يا نجم؟ هم؟ فاكرين الاول بس قبل ما أكمل. كان عندي who which و that و where و when و whose. تمام السبعة دول. تعالى نركز كده ونفتكر واحدة واحدة. who كانت للايه؟ لما كنت ببقى عايز اتكلم عن بني ادم. which عكس بقى. اشياء جماد غير عاقل. that شايف هو وويتش مع بعض. ذات بقى بتتكلم عن الاتنين مع بعض سوا. يعني عاقل غير عاقل كله. حلو. اركن بقى كده. عندك وير. وير دي بتتكلم على الأماكن زي اللي هي قدامنا دي دلوقتي، زي اللي هي قدامنا دي وير. تمام. طيب عندك وين. وين دي بتتكلم، أو أنت بتتكلم على وقت حاجة زي كده وعنها هنحلها قدامي. اصبر بس في ال complete the sentence السؤال اللي بعده. آخر حاجة بقى اللي هي هوز دي بقى اللي هي بتتكلم عن الملكية. تمام. يبقى تعالى بقى أول حاجة. تعالى لي هنا بقى. Cairo is the largest city in Egypt where live sorry we live in Cairo. يبقى إيه؟ ها نبدأ من كايرو عادي. ها كايرو. ها ممكن تقول حاجتين. Cairo is the largest city in Egypt where we live in أو where we live خلاص. ممكن تقول حاجة تانية أصيع بقى بتبقى أحلى بكتير. ها كايرو. ها where we sorry آه أيوه where we live.
then أو where we live على طول عادي يعني. تمام. is the largest city in Egypt. تمام. ممكن تقول حاجة تانية زي ما قلت لك، ممكن تقول كايرو. سوري يا شباب. فهنكتبها هنا. ممكن تقول إيه؟ كايرو ها، is the largest city in Egypt. ماشي. where sorry where إيه؟ we live. تمام. ممكن تقول دي، ممكن تقول دي، يعني كده صح، وبرضو عندك كده برضو إيه؟ صح. طيب اللي بعد the teacher explained the tradition students asked about. طيب قال لك which دي بتعود على مين؟ على ال tradition الايه؟ ال tradition. يبقى هتكتب بقى the the teacher. تمام. المدرس أو المدرس explain شرح the ايه؟ tradition. تمام. هتقول ايه؟ which. هل students asked about أو asked about. تمام يا شباب. كده صح وكده صح. طيب بيقول لك I met a journalist he uh, writes articles about the environment. قال لك who. يبقى تقول ايه؟ هتقول I met a a journalist. هم. هتقول ايه؟ who. حلو. طيب ايه اللي بيوضع الجورناليست عندك هنا؟ he. هنشيل he وتكمل بقى writes articles. كمل. طيب اللي بعد سمير. عم سمير بيقول لك whose I helped is naughty او naughty. يبقى طب هو لك بيقول لك هنا ايه whose، بيقول لك ايه whose. طيب هي سمير تنفع مع whose؟ هو هنا انا بوصفه ولا هو بتكلم على سبيل ان هو ملكية؟ لا هو بوصفه. يبقى ايه؟ who. تمام. the car whose I bought is cheap. طيب سؤال. العربية اللي انا اشتريتها رخيصة. تمام. هو ما بيتكلمش هنا عن الملكية، هو بيقول العربية اللي هو بيقول بيتكلم على العربية، وصف العربية. يبقى ايه؟ م. يبقى which. تمام. The Friday is the day. Friday is the day. واخد بالك؟ Friday ده مش وقت. يبقى ايه؟ when. تمام يا شباب. when I was born. Friday هو اليوم اللي انا اتولدت فيه. طيب زي ما قلت لك، اعمل لك شيب هنا بس مهم جدا. الديالوج الحتة دي مهمة جدا، فيها مفاتيح كتير. تمام. سوري. بيقول لك ايه؟ زينب ومريم. حلو. زينب and مريم are talking about their book club. نادي الكتاب. بيقول لك زينب we need a new leader for our book club. عايزين ليدر جديد كده للبوك كلاب بتاعنا. فمريم بتقول ايه؟ I agree. انا متفقة معاكي. مسألة سؤال. قالت زينب it's important for a leader to be imaginative. يعني ايه؟ عنده ايه؟ خيال واسع. تخيل كده. patient صبر and a sense حكيم. Who do you think should be the leader of our book? مين اللي هو المفروض، فكر مين المفروض إنه يبقى الليدر بتاعنا؟ فمريم بتقول we could ask Sarah to be the leader. ممكن نقول لسارة إن هي تبقى الليدر. فزينب قالت كلام، بعد كده قالت مروة would make a better leader than Sarah. مروة هتبقى إيه؟ أحسن من سارة. فمريم بتقول لك but Sarah is very imaginative.
يقول لك she always chooses good books، يعني سارة imaginative، تختار كتب كويسة. فزينب بتقول لك she's imaginative، أنا معاك، قايلة كلام. يا مريم قالت you are right، سارة is not the right person. فقامت إيه؟ مكملة مسألة سؤال، فزينب قالت كلام، قامت ومكملة قال لك هالة is patient sensible and imaginative. الكلام وقف على إيه؟ على مين؟ على هالة في الآخر. طيب معايا كده. we need a new leader for our book club. فمريم بتقول I agree. تمام أنا متفقة جدا. فبتقول إيه بقى؟ ها؟ هو سألت سؤال، قامت زينب ردت عليها it's important for a leader to be imaginative, patient and sensible. الدماغ كده بالعقل هي سألت إيه؟ إيه هي الصفات اللي المفروض الليدر يكون تبقى عنده يعني؟ يبقى هنقول إيه؟ م- م. هيبقى إيه؟ ها؟ what؟ ثانية يا شباب. م. what؟ ثانية واحدة. م. what إيه بقى؟ أنا عايز أقول إيه هي ال- المواصفات أو الصفات. ها، الصفات يعني إيه؟ qualities. تمام؟ يبقى what qualities should be أو should a leader have، أو ممكن أقول what qualities should be in a leader، كده أو كده. تمام؟ ترى بس نعملها عشان إيه؟ يعني مش معدولة. تمام؟ يلا اللي بعده. بيقول لك we could ask Sarah to be the leader. هي قامت زينب ردة، قامت قالت مكملة بقى، قالت ده احنا عندنا مروة يا جدع. طيب طالما هي قالت جابت سيرة حد تاني يبقى قدامك كده يبقى هي مش مروة. يبقى تقول لك ايه؟ I dis disagree. I يا شباب disagree، أنا أعترض على ذلك، أنا غير موافق، أنا أعترض. I disagree with you. تمام يا شباب؟ طيب آخر حاجة بقى، أو قبل آخر حاجة، خلي دي هنا كده. تمام. يقول لك ايه but Sarah is very imaginative, she always chooses good books. بعد كده بيقول لك she is imaginative، قام قايل لك كلام. تمام. مم. بعد كده قامت قايلة you are right. طيب طالما هي قالت صفة يبقى في صفة تانية ناقضها، يعني في صفة يبقى الصفة التانية ايه عكسها. ممكن تقول ايه؟ مم. but she is not أو she isn't، عادي براحتك. ها؟ very patient، هي مش ايه؟ ها؟ مش صبورة. تمام يا شباب. إيه اللي بعده؟ فبيقول لك you are right، صح. ترى is not the right أو right person، هي مش الشخص المناسب. فبعد كده قامت تسأل سؤال who، ها who مين، should who should we إيه مين اللي احنا ها لازم choose نختاره then. المفروض نختار مين بعد كده. ثانية يا شباب. تمام اللي بعده. فبيقول لك المفروض نختار مين بعد كده. فقالت هالة is patient، هالة صبورة جدا sensible and imaginative. هتقول ايه؟ ها، هترد هنا هتقول ايه؟ م- م- الدماغ كده. هو بيقول لك هنا هالة is patient،
هالة is patient وقال لك sensible وقال لك imaginative. يبقى ممكن تقول مم. هنقول ايه؟ هو بيقول لك هالة is patient sensible and imaginative، يبقى هي هتتكلم عن هالة يعني. تمام، يبقى هالة. مم. هنقول ايه؟ مم. هالة او I think هالة is the best choice. هالة هي الاختيار الأنسب، اختيار لفظ. تمام يا شباب؟ طيب الباراجراف زي ما احنا قايلين لك في الأول في المثال بتاع 7 هيبقى موجود عندك في ال description في الحلقة. تمام، في البي دي اف اللي هنزله لك ان شاء الله هيبقى موجود مع فيديو في الديسكربشن، هتدخل عليه هتلاقيه جاهز موجود. اقراه بكل اريحيه وهتلاقي كل حاجه سهله وبسيطه. تمام، وبكده الفيديو انتهى. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. طبعا الفيديو اللي بعده هيبقى 9 و 10 زي هنا. اللي عنده سؤال مرة تقريبا الرابعة أو مش عارف الخامسة، تقدر تكتب لي في الكومنتس إيه هي السؤال، إيه هي الأسئلة اللي في دماغك اللي عايز تسألها وهرد عليك على طول. فأنا شباب، يلا، سلام.